السلام الله عليكم متابعي قناة كندا لايف ستايل من مونريال كندا. حلقة اليوم سأتكلم عن كلنا في انتظار وبشوق وبشغف مباراة المغرب ضد كندا، بحكم أننا الجالية المغربية كثيرة بزاف التي تقدر هنا في مونريال ب 130 ألف مغربي ومغربية. طبعا غتكون مقابلة حارة وغتكون صعبة، ليس من السهل. شفتوا كندا كيفاش الضغط اللي لعبت به ضد بلجيكا أخفقت ضد كرواتيا لأن خرجوا يلعبوا كرة، وهذا هو الخطأ اللي داروا ربما، والمغرب فطن هذه القضية فدار لهم بلوكاد وسط الملعب وفي الدفاع. المهم فحظ سعيد لأسود الأطلس، فقط تعادل يكفينا للمرور كيفما كانت نتيجة كرواتيا وبلجيكا، لكن الانتصار سيؤمن واش عندنا الأولين في المجموعة أظن، ولكن غيكون فارق الأهداف إلى انتصرت كرواتيا غيكون فارق الأهداف، لأنهم هما مسجلين أكثر من سجلوا 4 أهداف لواحد ضد كندا. لابد إما نتقابلوا في الدور الثاني إن شاء الله، إلى نتأهلوا إسبانيا حتميا كنظن، أو كوستاريكا أو ألمانيا. فلهذا خاصنا ننتحوا في الفخ اللي طاحت فيه إيران البارح ضد الولايات المتحدة، ونصابوا بالغرور والثقة الكثيرة. خصنا نلعبوا بواقعية وبحيطة وبحذر، وما نخافوش على السي وليد الركراكي لأنه مدرب تكتيكي وواقعي ويدرس الخصم بدقة. ما جرى البارحة لمنتخب إيران كان يكفيه التعادل، لكن أخفق خسر المباراة بهدف لواحد، وبذلك أقصي من الدور المقبل. جرى له كيف 2018 لما كان مجموعة المغرب والبرتغال وإسبانيا، انتصرت ضد المغرب المقابلة الأولى، عن طريق الخطأ اللي سجلنا ضد المرمى ديالنا، وكانت مقابلة كلها المغرب خرج يلعب كرة، وهذا هو الخطأ ربما اللي دار، فما حسنش الدفاع ديالو مزيان. المباراة الثانية كذلك خرج يلعب الكرة وعطى القنطرس لفريق البرتغالي، إلا كان رونالدو قال الكلمة ديالو سجل هدف. وطبعا في بالنسبة ضد إسبانيا فكنا منتصرين بالهدف الجميل ديال النصيري الثاني، ولكن ما حاولناش نحافظوا على النتيجة ونخرجوا بانتصار تاريخي وعالمي. المهم للأسف هي كرة القدم لابد من فائز ومن خاسر. والمهم هذا سأتحول إلى واحد الموضوع آخر اللي الكل يتكلم عنه، وهو الصحافة الجزائرية كذلك، لأنه كنبغيوش ندخلوا الرياضة في السياسة، ولكن ما قدرناش، الله غالب. فكما شفتوا لما كانت النتائج ديال يوم الأحد، النتائج ديال البرنامج اللي كان ديال المباراة اللي كانت مبرمجة اللي تلعب فيها المجموعة الموجود فيها المغرب، لعب فيها ضد بلجيكا وانتصر، وكرواتيا ضد كندا اللي هي الأخرى انتصرت. وكنظن كانت إسبانيا اللي تعادلت مع ألمانيا، وكوستاريكا اللي انتصرت على اليابان. فتكلموا على هذا البرنامج ديال اليوم كامل في الإذاعة، إذاعة التلفزة الرسمية الحكومية
يعني باللغة الفرنسية. ويعني ملي كتشوفوا وراء يعني هاد السيدة اللي قدمت الأخبار باللغة الفرنسية كتشوفوا بأن النتيجة ديال إسبانيا متعادلة مع ألمانيا، و كرواتيا منتصرة على كندا، وكوستاريكا منتصرة على ألمانيا. وفي الجروب اف تكلموا على المجموعة اف اللي كتضم المغرب وبلجيكا، وانتصار المغرب ولم يذكروا هذا الانتصار يعني، فعلق عليهم كل العالم، فحدث يعني عالمي كوني، يعني الكل تكلم عليه عالميا، كل الصحف كتبت، لا الأوروبية ولا الأسيوية ولا الإفريقية ولا يعني العربية ولا الكل تكلم، ولا الأمريكية، الكل تكلم عن هذا الانتصار البين للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين لصفر، مباراة كانت يعني في أعلى مستوى. إلا الجزائر اعتبروها لا حدث، كما اعتبروا يعني عدة أشياء يعني كما يعني ملك المغرب محمد السادس كان يعني عاود يعني كان يعني عزمهم على باش يرجعوا الرشد ديالهم، تصالح الشعب المغربي ورجعوا المفاوضات هذه، فاعتبروها لا حدث. وبعد عدة أمور يعني عدم حضور ملك المملكة المغربية إلى مؤتمر لم الشمل اللي سموه الجزائريين، يعني سماه تبون لم الشمل العرب، لم يحضر، سموه يعني لا حدث. فكل شيء بالنسبة لهم لا حدث، وحتى انتصار المغرب. ولكن كاين ناس الذين سلموا من هذه الامور هذه، الجزائريين اللي كانوا في قطر ومشاو حاملين رايات الجزائريه ومشاو باش يعني يشجعوا المنتخب المغربي وفرحانين يعني، وفرحوا بهذا الانتصار هذا، وفارقوا يعني مع اقتسموا مع يعني الشعب المغربي هناك في قطر وفي انحاء العالم وداخل المغرب وخارجه. فلهذا هو طبعا هناك مجموعة من الجزائر التي أرسلهم نظام العسكر اللي كي يعني يشوشوا على المنتخب المغربي ويشوشوا حتى على بعض الفرق. فمنهم من شجع فريق الأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية، وهذا المنبر يعني يقدم لهم تاني بعد الانتصار رغم إخفاقهم في المباراة الثانية ضد بولندا. ويعني نتمنى فرصة إن شاء الله، فرصة أحسن بالنسبة للمنتخب القطري. فنرجع للموضوع يعني الجزائر، فشفتوا كيفاش استطاع يعني النظام العسكري يعني باش يزرع روح الفتنة والعداء والكراهية كما قلت لكم، والكراهية وقلت عدة مرات في الفيديوهات ديالي في الشعب الجزائري. فعدة مقاهي يعني لو شفتوا الشعب الجزائري يعني لم يستطع الاحتفال. وهنا كنرجع باش نتكلم على لما كان ترشح تبون يعني في الحملة ديالو الانتخابية لترشح الانتخابات، كان تكلم عن المغاربة، الشعب المغاربي يحبونا، الشعب الجزائري والشعب الجزائري يحب الشعب المغربي. والدليل على ذلك هو أن لما فازت الجزائر بكأس إفريقيا يعني كل المغاربة خذوا الدار البيضاء ومدينة الرباط وواحد وجدة، الكل يعني يهللون ويفرحون يعني، وحتى يغنون 1 2 3 فيفا الجيري. وأنتم ماذا قمتم الآن لما فاز المغرب؟ هل قمتم بشيء؟ لم تقوموا بشيء. منعتم كل شيء، كل الاحتفالات، ومنعتم كل الصحف الرياضية أن تتكلم عن فوز المغرب. وأمرتم أيضا الذباب الإلكتروني باش يشنوا واحد الحملة شرسة على كل من يعني يحاول تشجيع المغرب أو المنتخب المغربي أو الاحتفال بالمنتخب، فأنتم تهاجمون. يعني هذا أوامر جات من العسكر الجزائري باش تشوفوا غير الكراهية. ولكن
مهما حاولتم ومهما قمتم ومهما يعني شيطنتم، فإن شاء الله الإخوة المغاربة والتونسيين، ورغم يعني شراء الذمم وشراء ذمة قيس سعيد وانقلابه على الشعب التونسي، فالشعب التونسي إخوة والمغاربة والجزائريين إخوة، رغم أن بعض المغاربة يقول لا فين خاوة لا فيهم يعني فيهم ناس، فهذه يعني سياسة عسكرية تدميرية للوطن العربي. فشفتوا يعني إخوان في السودان، إخوان في موريتانيا، أما لا بدون ذكر يعني المصري، الإخوة المصريين الذين يكنون الحب العميق للمغاربة. ف يعني في كل يعني تشوف يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يعني فتشوف يعني عدة معلقين وعدة ناشطين في يعني المنابر على في يوتيوب، بالأخص في يوتيوب يعني خرجوا بفيديوهات يشيدون يعني بالعمل الكبير للجامعة الملكية المغربية برئاسة السيد فوزي القجاع، والبرنامج والمشروع الريادي والبنية التحتية المغربية. فهذا كان مشروع، وهذه ثمرة، هذه حصلت هذه الأمور فهي ثمرة أو فواكه لجهد كبير يعني كبير قامت به الجامعة الملكية المغربية للوصول لهذه النقطة، ومبغوش يرتكبوا نفس الأخطاء يعني ويطيحوا في حسابات ديال لا حنا نربحوا ما ربحناش، تعادلية خسرت تخسر، لا. فنتمنى يكون يعني الانتصار في دينا. وفي واحد البرنامج آخر رياضي تاع الجزائر يعني والله إلى أمور كتضحك، هذه العقلية الجزائرية خاصة والله ستوضع في بعض الجامعات لدراستها بكل صراحة. فقال لهم المنتخب يعني المغرب يعني المغرب نقل من الجزائر يعني بعد أن يعني أقالوا خليل زيت، جابوا مدرب مغربي اللي هو وليد الركراكي، كيف ما احنا درنا جبنا بالماضي يعني مدرب جزائري وطني مش الأول مرة يعني غير بالذكر والله هادو مرضوا، فغير للذكر والتذكار فغنقول لكم بأن المغرب ماشي أول مرة غيدير مدرب مغربي، وأول يعني آخرهم هو كنظن كان وانا ما خادنيش العقليه ديالي. المهم نشوفوا حنا كاع اقوى نقطه يعني حققها المغرب وهو 2004 في تونس، كاس افريقيا في تونس اللي مشى حتى للنهايه وخسر ضد تونس. ومن بعد كان زكي بدو زكي، ومن بعده كان رشيد الطوسي اللي هو بدوره كان لعب كان مدرب بعد احدى الفرق الجزائريه. ومن قبلهم كان اللوزاني، ومن بعد كان بليند الله يرحمه، ويعني كان العديد كان عاوتاني ما نساوش بان كان فاخر مصطفى فاخر، كانوا بزاف يعني ما كنذكرش الاسماء ديالهم. ولهذا ماشي الاول مره المنتخب المغربي كيكون على رئاسه ديالو اطار المغربي اللي هو وليد الرفاعي. مروا الكثير الذين لا اذكر اسماءهم غير باش تعرفوا هذه الامور هذه. فكنظن الجماهير المغربيه وحتى فوزي القجاع رئيس قال لهم احنا هذه الخلافات غنوضعوها جانبا، وحتى هذا خليل زيت الا ما بغاش يتفاهموا، ما بغاش مثلا الا كان مصلحتنا باش نناديو على زياش وعلى مزراوي وعلى حمد الله فغناديو عليهم، الا ما بغاش هو فيعني غنغامروا به. حنا مصلحه الوطن ومصلحه الكره الوطنيه والنتائج هي المهمه، حنا باغيين اللي يخدم الوطن. وفعلا جات الظروف وليس من السهل، كنقول لكم ليس من السهل يعني في ظرف شهرين يجي وليد الركراكي ويرجع واحد الروح العميقه لكرة القدم المغربية وللفريق الوطني، ويلعبوا بهذه الندية هذه ويحاول باش يخلق فيهم يعني واحد الفريق اللي هو قوي بكل صراحة، اللي هو قوي وكينافس. وشوفوا المباراة اللي كانت جد صعبة وكيفاش جيراها ضد كرواتيا، والمباراة الثانية ضد بلجيكا اللي جاب فيها الله الفوز الكبير. ومبروك على كل المغاربة، واحد سعيد بالنسبة للمقابلة غدا يوم الأربعاء ضد كندا. والسلام عليكم ورحمة الله.